زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات هصور لكم المولات اللي صورتها لكم الفيديو اللي فات، بس بالليل. احنا دلوقتي بالليل بعد الفطار بعد صلاة التراويح في رمضان. وكمان هصور لكم الحي الاول، وتشوفوا الحي الاول بالليل في رمضان في العبور عامل ازاي. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم سمير صلاح من قناة عم بندق مصدق. الفيديو اللي فات قلت لكم هصور لكم بالليل اللي عند المولات، والنهارده كمان هوديكم الحي الاول. الحي الاول زي ما احنا بنقول دايما عليه هو وسط البلد بتاع العبور. فما شاء الله في زخم وفي زحمه وفي مولات كتير وفي حركه كويسه في رمضان طبعا، بالذات بالليل. احنا دلوقتي بالليل بعد صلاه التراويح. النهارده 12/4/2023، 12 رمضان 12/4 21 رمضان 1444. ماشي. النهارده الاربع بعد صلاه التراويح الساعه 9:30 دلوقتي. بدأنا زي ما بدأنا المره اللي فاتت كده من عند عمارات السعوديه اللي هو كومباوند زهرة العبور، ودخلنا اهو على جنة العبور. بالليل برضو الفيديوهات بتبقى يعني مختلفه، وطبعا فيها يعني بصراحه يعني فيديوهات بالليل برضو بتبقى كويسه بصراحه. دي زي ما احنا قلنا المستشفى اللي بتتعمل جديد، مستشفى عام بقالهم 2-3 شغالين فيها ولسه ما خلصوش. كده داخلين بقى على المولات. عايز بس امشي لكم بالراحه شويه عند المولات عشان اوريكم المحلات عامله ازاي. النهارده طبعا يا جماعه كانت النطره سبحان الله، اليومين اللي فاتوا كانوا حر، النهارده كان في نطره وبالليل كان في برق ورعد ومش عارف والنهارده كان في نطره جامده وجو ساقع جدا يعني. فبصوا حضراتكم المولات اهي كنت بقول لكم عليها. احنا هنا في الحي الثامن طبعا، ده كده الحي الثامن. هنا اول الحي الاول، اول الحي الثالث. متلخبط النهارده مش عارف ليه. اول الحي الثالث. ماشي. احنا كده في الحي الثامن اول الحي الثالث. اللي على شمالنا ده العائلي، الحي العائلي. ماشي. بصوا حضراتكم طبعا الشارع ده اللي هو فيه بنزيمة وطنية اهو، زي ما احنا دخلنا فيه المرة اللي فاتت. وادي المولات هنا اهو. لو قربنا كده شوية بصوا حضراتكم ما شاء الله المولات هنا عملت حركة جامدة. شوفوا هنا في مطعم سوري، وفي خضار وفاكهة، وفي موان، وفي ارابيسك الشام ده موبيليات، وفي ايه تاني، وفي مشويات، مشروبات ده سوري برضو. ماشي. ارابيسك الشام ده موبيليا سوري. ماشي. صيدلية شفاء، وفي ايه تاني، في سعودي سوبر ماركت اهو، سعودي سوبر ماركت. بصوا حضراتكم المنظر هنا جميل ما شاء الله، وزينة رمضان بقى والجمال. في برضو عصاير التوحيد، وفي التيسير ده فول وطعمية، محل فول وطعمية. ماشي. وادي كده في المول اللي بعديه لسه بيتبني، وادي مول تاني شغال، وفي مول برضو بعديه لسه بيتبني. ماشي. بصوا حضراتكم في هنا اهو ده محل برضو عصاير ومشروبات، وادي تسالي مقلة يعني، وادي في فرن عيش بلدي، وفي كمان مشويات اللي هو الحكمدار ده، وفي الشبراوي برضو فول وطعمية تاني، وفي هنا برضو البخاري ده ألبان. ماشي. وفي جراند سوبر ماركت برضو اسمه جراند تحت اهو. بصوا حضراتكم في هنا البخاري ده ألبان، البخاري اهو ده ألبان. ما شاء الله هو مميز جدا، بس يعني اسعاره غالية شوية، لكن هو بصراحة حاجته كويسة. ماشي. ده فاتح هنا وفتح في الحي السادس، وفتح في الحي الاول في سنتر اللؤلؤه. ماشي. بصوا حضراتكم وادي مول تاني هو بيتبني، وبرده محلات جديده لسه هتفتح. وفي محل اسمه دهب بتاع بيتزا وكريب وحاجات كده. ماشي. هنخش احنا بقى يمين كده، ادي مول برده اهو لسه بيتعمل برده. هنخش احنا يمين بقى، دي دخلت الحي الاول زي ما احنا عارفين، وهنعدي على نادي سيتي كلاب. هنتمشى بقى مع بعض كده على مهلنا، اللي مش بيزهق بقى مننا يقعد معانا شويه. احنا كده
داخلي. الحته دي مكسره بصراحه بقالها كتير جدا، كل شويه يبقوا هيسفلتوها وما يسفلتوهاش، ما اعرفش الحته دي بالذات، الحته بتاعت 300 400 متر كده، مع انه كله متسفلت يعني. المهم ده مسجد ملك الملك اللي على يميننا، واللي على شمالنا طبعا كده احنا كده دخلنا ايه على الحي الثالث. ماشي. تمشيه بقى في رمضان جميله، كل سنه وانتم طيبين. وادي كده نادي سيتي كلاب اهو، ده نادي سيتي كلاب اهو، شايفين الكشافات بتاعت الملاعب والحاجات دي. يمين كده المدخل بتاع الاعضاء، يمين كده اهو المدخل بتاع الاعضاء، على الشمال هنا يمين والمدخل على الشمال. وادي النادي السور. خش على الاسفلت بقى. بصوا حركوا ده كده ايه، نادي سيتي كلاب اللي على يميننا ده. لا وطبعا الحي الثالث، احنا كده على الحي الثالث. العمارات اللي على شمالنا دي ايه، الحي الثالث. الدنيا هاديه هنا وجميله. ده نادي الاطباء اللي كنا بنقول عليه، هو طبعا كان اسمه نادي الاطباء، بس هو دلوقتي البريد اشتراه. هو طبعا ارض فاضيه من جوه، مش هحرككم من جوه ارض فاضيه، بس هو كان اسمه نادي الاطباء والبريد اشتراه، بقى تبع ايه، بقى تبع البريد. ومش عارفين لسه يعملوا فيه ايه، نادي بقى ولا ايه مش عارفين. ماشي. فاحنا كده ماشيين اهو في الشارع ده امتداد شارع السادات، اللي هو ايه اوله في الحي الاول من هناك، من عند ايه، من عند الجهاز كده وانت طالع لغايه الحي الاول، لغايه ما ايه تيجي هنا صينيه الروضه، وبعد كده ده امتداد ايه، امتداد طريق السادات. على يميننا بقى هنا كده التبه دي اللي هي الربوه، اعلى حاجه في العبور، اعلى حته في العبور، اعلى تبه في العبور اسمها الربوه. انا صورت فيها فيديو قبل كده. كده احنا لسه في الحي الثالث، اللي بعد كده هنخش على ايه، هيبقى على يميننا شارع فاطمه الزهراء اللي هو الحي الثاني، وهيبقى على شمالنا الحي الثالث. يعني احنا كده على يميننا وعلى شمالنا الحي الثالث، وبعد كده لما نيجي عند شارع فاطمه الزهراء هيبقى ايه، هيبقى الحي الثاني على يميننا والحي الثالث على شمالنا كده. والشارع اللي جاي ده، الشارع اللي جاي ده فاطمه الزهراء اللي فيه الكنيسه وفيه مستشفى عين شمس التخصصي. كده احنا من اول هنا بقى كده اللي على يميننا ده الحي الثاني، واللي على شمالنا لسه ايه، لسه الحي الثالث. هنخش بقى على صينيه الروضه، وبعد كده نخش على الحي الاول ان شاء الله، اوريكم بقى ايه الزحمه اللي في الحي الاول بتاعه رمضان بقى. كده الحي الاول بالليل بيبقى زحمه يعني، شايفين ما شاء الله الزينه بتاعه رمضان، وهذا ما يميز مصرنا الحبيبه. اول ما يجي رمضان تلاقي الناس كلها او يعني اغلبيه الناس مش كله طبعا بيعلقوا ايه، انوار كده الوان في البلكونات زي ما انتم شايفين كده. واحنا برضه عاملين عندنا في البلكونه فوانيس والوان يعني. دي كده صينيه الروضه، اسمه ميدان عمر بن الخطاب، بس هو مشهور بصينيه الروضه لان على شمالنا هنا كده مسجد الروضه، فهو مشهور بصينيه الروضه او صينيه الحي الثاني، لكن هو اسمه ميدان عمر بن الخطاب اسمه الرسمي يعني. وتبدا الزحمه بقى. ده كده شارع احمد بن طولون اللي فيه المدارس وفيه السنترال، شارع احمد بن طولون، واخره شارع الشعراوي ومدرسه القديس يوسف. القديس يوسف اللي بنقول عليها لان هي من اقدم الحاجات في العبور يعني، من اقدم المدارس في العبور مدرسه القديس يوسف. كده احنا عندنا صينيه الروضه وداخلين على ايه، اللي على شمالنا ده كده لسه الحي الثالث ماشي، هيخلص الناصيه اللي جايه، واللي على يميننا كده يبدا الحي الاول. في طبعا الدخله اللي على اليمين دي تدخلنا على الحي الاول من ورا، بس احنا هنخش من هنا عشان نشوف الايه، الزحمه والزخم بتاع رمضان يعني من الشارع الرئيسي. كده احنا لسه على شمالنا الحي الثالث. وكده على يميننا بدا الايه، بدا الحي الاول. الناصيه اللي جايه على الشمال دي كده اخر الحي الثالث، وبعد كده ايه يبقى الحي الاول على يميننا وعلى شمالنا.
اللي على شمالنا ده برضو مول، برضو نفس الاسم، اسمه كرياتيف مول، برضو بيتبني جديد على شمالنا قصدي. وهنا كانت المحكمة اللي هي كانت الكهرباء القديمة، اللي الناس بقى اللي من العبور هيبقوا عارفين انا بقى اتكلم على ايه يعني. دي كده محطة الكهرباء القديمة اللي بقت المحكمة، مبنى الكهرباء القديمة بقى محكمة. والكهرباء طبعا راحت جنب المرور في الايه، في شارع نعمان جمعة في الحي التاني. التمشية بالليل برضو جميلة. دي كده احنا في الحي الاول طبعا كده خلاص. كده على شمالنا هنا الحتة دي اسمها محطة الفرن. معلش الحامل بتاع التليفون وقع من المطبات فعدلته يعني. فاحنا دخلنا عدينا محطة الفرن اهو، الحي الاول برضو، كل ده تبع الحي الاول. كده اللي على شمالنا ده معهد ازهري ثانوي، معهد ازهري ثانوي ولا اعدادي؟ ثانوي اه متهيألي يعني. واللي على يمين طبعا اسم الشرطة، اسم شرطة العبور. وكده داخلين بقى على الزحمة بتاعة الحي الاول. اول حاجة هنبدأ بسنتر الحجاز. بصوا حضراتكم كده بداية الزحمة اهو. دي كده المعمعة بقى بتاعت الحي الاول. ده كده سنتر الحجاز ما شاء الله. بصوا الزحمة. طبعا الميكروباصات دي بتاعت موقف العاشر والمرج ومش عارف ايه، عاملين موقف هنا صغير كده. ودي سنتر الحجاز. سنتر الحجاز ده فيه طبعا معامل هنا ما شاء الله كتير جدا، والعيادات ودكاترة والمختبر بقى، والبرج هنا في سنتر الحجاز، والمختبر في السنتر اللي بعديه سنتر اللؤلؤة. الزحمة طبعا بقى انتوا بقى عايشين معانا بقى ايه، كأنكم خارجين معانا. واللي ما بيزهقش مننا يستحمل المشوار ده واللي بيحب يتفرج بقى على ايه، العبور بالليل. دي كده العبور بالليل. وادي الحي الاول اللي دايما بقول عليه وسط البلد بتاع العبور. طبعا دي اسهم حته في العبور، وبالذات بالليل، وبالذات في رمضان. سنتر الحجاز، وبعد كده سنتر اللؤلؤة اللي جاي ده. وادي المحلات. ده كده سنتر اللؤلؤة اللي فيه معمول المختبر. والشارع اللي على يميننا ده اللي فيه ترشي روسيا، كنت انا عملت له فيديو قبل كده. ترشي روسيا ده اصلا كان عندنا من الحدائق، وموجود لغايه دلوقتي في محطه منشيه الصدر، وجاي فتح عندنا هنا في العبور. طبعا حبايبنا كلهم، الحاج علي والحاج خالد، حبايبنا من زمان. طبعا اجدع ترشي في مصر، ترشي روسيا هو مكانه هنا في سنتر اللؤلؤة، من ورا في الشارع الجانبي اللي فات، اللي هو بين سنتر الحجاز وسنتر اللؤلؤة. ماشي. الزحمه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا المحل ده كان دلعين، وبعد كده ايه دخل جوه دلعين اهو في سنتر مكة مول اللي جوه ده. دلعين اللي هو بتاع الشاورما، اللي هو اقدم محل سندوتشات سوري في العبور. دلعين. بصوا حضراتكم بقى الزحمه ما شاء الله. قربنا نخلص اهو عشان ما تزهقوش مننا عند اخر الزحمه ان شاء الله، وايه ونختم الفيديو ان شاء الله. دي مولات برضو جديده اهي. ماشي. بصوا حضراتكم، بصوا المحلات. هنا في فرع فودافون اهو. وادي كده ايه سنتر العبور. ده كده اخر الزحمه اهو سنتر العبور. ادي سنتر العبور. دي كده اخر الزحمه اهو في الحي الاول. طبعا في محلات تانية وحتت تانية بس مش زحمه زي الجزء اللي احنا عدينا ده. ازحم حته في الايه، في الحي الاول. بصوا حضراتكم المحلات. وهنا طبعا المحلات السوري ما شاء الله، اخواتنا السوريين في كل حته هنا ما شاء الله.
برضو عاملين ايه، عاملين زخم وعاملين ايه شغل كويس بصراحه ما شاء الله اللهم بارك. بس ده كده مكتب البريد، مكتب بريد الحي الاول، وكده اخر الزحمه وخلاص. احنا ممكن برضو ايه اللي على شمالنا دي مدرسه معاذ بن جبل، وده كده ايه اخر الزحمه. بس مشيناكوا بقى بالليل في رمضان في العبور. معلش انا عارف ان التصوير مش متظبط، لان طبعا التليفون اللي معانا مش احترافي في التصوير فاستحملونا بقى معلش. وده كده الحي الاول في رمضان، ووريتكم الزحمه والتمشيه بالليل في رمضان في العبور. يلا كفايه عليكم كده كل سنه وحضراتكم طيبين، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معكم اخوكم سمير صلاح من قناه عم بندق مصدق. سلام عليكم.